وهم في نص الحصة المدرس واقف على السبورة بيكتب، وفجأة راس المدرس بتنفجر وبس، مفاضلش غير دم، ومعاه لعبة شكلها غريب جدا، داروما. اللعبة دي اتكلمت، أيوة لعبة بتتكلم، وأعلنت أول تحدي: لو اتحركت وانت قدامي راسك هتنفجر زي المدرس ده. اللعبة دي بتلف ظهرها والطلبة بيتحركوا، ترجع تبص أول واحد بيتحرك يموت في ثانية. الصرخات بتملى الفصل، الناس بتجري وناس بتعيط، وكل اللي بيجري بينفجر على طول. اللعبة كانت بتكرر اسمها بشكل مرعب، والطلبة واقفين مرعوبين مش عارفين يعملوا ايه. ومع كل قتيل كرة حمراء صغيرة بتخرج من جسمه وتفضل تجري في الفصل. اتنين حاولوا يهربوا على الباب، ولما داروما لفت الاتنين ماتوا في لحظة. الدنيا ولعت صريخ وبكاء، لكن ساكي وقف وقال لهم: أنا عارف اللعبة دي مفيش خروج إلا لما حد يضغط على الزرار اللي في ظهر داروما. واحد من الطلبة حاول ياخد الخطوة وطلع يجري ناحية اللعبة، بس داروما حست بيه ولفت بسرعة وقتلته. وقتها فهموا الخدعة، داروما بتتكلم ببطء علشان تضحك عليهم، لكن لما حد يتحرك بتلف أسرع من البرق. والكارثة الأكبر في مؤقت في ظهرها دقيقة واحدة بس، ولو الوقت خلص كلهم هيموتوا. الطلبة اندفعوا ناحية اللعبة بيحاولوا يضغطوا الزرار، لكن الكور الحمراء اللي على الأرض خلت الناس تتزحلق، وفضلوا يموتوا واحد ورا التاني لحد ما الفصل بقى مجرد مقبرة. 10 ثواني، 9، 8، 7، 6، ومفاضلش غير تاكاهاتا وساكي. عملوا خطة سريعة، ساكي ركع وتاكاهاتا جري وطلع فوق ظهره، وفي آخر ثانية ضغط الزرار. داروما وقعت على الأرض زعلانة إنها اتغلبت، وتاكاهاتا وساكي بدأوا يحتفل، لكن فجأة راس ساكي انفجرت. داروما قالت ببرود: الفائز الحقيقي هو اللي بيضغط على الزرار بس. تاكاهاتا اتصدم، وبهدوء داروما قالت: استعد، القطة جاية. وقتها باب الفصل اتفتح ودخلت إيتشا صديقة تاكاهاتا، وشكلها مرعوب. جري عليها وسألها لو هي بخير، قالت له إنها كانت في تحدي داروما هي كمان، ولما ضغطت الزرار كل أصحابها ماتوا. حاولوا يتكلموا الشرطة لكن الموبايل مفيش شبكة. جريوا في المدرسة يدوروا على مخرج، الأبواب كلها مقفولة، الشبابيك ما بتتكسرش، لكن لقوا باب واحد مفتوح، باب الصالة الرياضية. مجرد ما دخلوا الباب اتقفل وراهم فجأة، والمصيبة هم مش لوحدهم، في طلبة تانيين لابسين لبس فران، واللعبة الجاية لسه هتبدأ. وبمجرد ما تاكاهاتا دخل الصالة فهم فورا ان اللعبة الجديدة بدأت. على الأرض كان مكتوب: حط الكورة في الباسكت وتكسب. فجأة الأرض بتتهز، وتمثال قطة عملاق جدا بيطلع من تحت الأرض، وأول ما ظهر بلع واحد من الطلبة اللي لابسين لبس الفران في ثانية. الطلبة جريوا زي المجانين، والقطة بتجري ورا كل اللي لابس بدلة فار، لكن لما قربت من تاكاهاتا وإيتشا عدت من جنبهم وهي مش شايفاهم لأنها بتصطاد بس الفران. إيتشا شافت كورة بتتدحرج على الأرض، وتاكاهاتا ركز ولقى حلقة باسكت راكبة على جسم القطة نفسها. فهم الرسالة، الهدف إن حد يرمي الكورة جوه الحلقة دي. صرخ للطلبة: اللعبة عايزة الكورة في الباسكت. لعيب باسكت شاطر في المجموعة قال لإيتشا: ارميلي الكورة. رمتها وهو قفز، والكورة كانت داخلة، بس قبل ما تعدي القطة قفلتها بمخلبها. مسكت الكورة ورمتها بكل قوة لدرجة إن اللاعب اتزق في الحيطة ومات فورا، والصمت عم المكان. القطة تبص لتاكاهاتا وبعدين تسيب، لأنها ببساطة مش لابسة لبس فار. هنا تاكاهاتا فهم: اخلعوا البدل وإلا هتتاكلوا. الكل خلع اللبس بسرعة وحسوا إنهم بأمان، لكن القطة اتحركت تاني وبدأت تاكل أي حد سواء لابس لبس فار أو لا. الصالة بقت جحيم، الكل بيجري وبيصرخ، وإيتشا لقت الكورة عند رجليها وشافت عداد عليها 3 دقايق بس. القطة قربت منها جاهزة تفترسها، وتاكاهاتا أول ما شاف صاحبته هتموت جري بسرعة طبعا ولبس
ولابس بدلة فار من على الأرض عشان يشد القطة ناحيته. القطة فعلا سابت إيتشا وجريت ورا تاكاهاتا، وهو بيجري يمين وشمال وبيقول حد يرميلي الكورة، بس محدش قادر. رعب اللاعب اللي مات لسه مسيطر عليهم، وفجأة تاكاهاتا بدأ يسمع أصوات غريبة زي مياو مياو، بس بكلام مش مفهوم لأنه لابس لبس فار. بقى فاهم لغة القطة كانت بتقول عايزة حد يهرش لي ظهري، نفسي أنام. تاكاهاتا ما صدق، جري وقفز وطلع فوق ظهر القطة ومسك الحبل المربوط فيها وبدأ يهرشها. القطة هديت، وقفت عن الهجوم ووشها بقى شبه القطط اللي بتتدلع. نادى للطلبة تعالوا ساعدوني. إيتشا طلعت فوق تساعده، وباقي الطلبة أول ما شافوا إن الموضوع شغال طلعوا كلهم وقعدوا يهرشوا ظهر القطة زي ما تاكاهاتا بيعمل. وبالراحة راحت القطة بدأت تنام ثانية ورا التانية لحد ما نامت تماما. تاكاهاتا نزل مسك الكورة واستعد يرميها في الباسكت، لكن كل الطلبة اتلموا عليه مرة واحدة. كل واحد فيهم عايز يبقى هو اللي يرمي، لأنهم افتكروا إن اللي يرمي هو بس اللي هيعيش. بدأوا يتخانقوا ويزعقوا ويسحبوا الكورة من إيده، والصوت العالي صح القطة. وفي جزء من ثانية القطة ضربت بمخالبها وقطعت 2 من الطلبة نص. تاكاهاتا عرف إن مفيش وقت يرجعها للنوم تاني. فكر بسرعة وخطر في باله فكرة ذكية جدا. مسك كرة باسكت مقطوعة وبص لإيتشا وقال لها هاتي الكورة الأصلية وروحي غرفة تبديل الملابس وغيري شكلها. وبعد لحظات رجع تاكاهاتا وإيتشا، كل واحد فيهم ماسك كورة ملفوفة بقماش لبس الفيران. قربوا من القطة من ناحيتين مختلفين علشان يلخبطوها، والقطة فعلا اتشتتت مش عارفة مين ماسك الكورة الحقيقية. لكن تاكاهاتا غلط غلطة صغيرة، حرك الكورة بطريقة بينت إنها كورة عادية، والقطة فورا فهمت إن الكورة الأصلية مع إيتشا رمت، والقطة قفزت وصدت الضربة زي ما تاكاهاتا كان مخطط بالضبط. وفي اللحظة اللي القطة فيها مشغولة بكورة إيتشا، تاكاهاتا رمى كورته، واللي اتضح إنها كانت محشية جواها الكورة الأصلية بتاعة اللعبة نفسها. الكورة طارت، الكل وقف، القلب بيخبط، لكن الكورة ما دخلتش الباسكت، والصمت سيطر وحسوا إنهم خسروا. لحد ما ولد بيطلع من ورا القطة، حد كان مستخبي واسمه أمايا، قفز ومسك الكورة في الهواء ورميها آخر ثانية والكورة نزلت في الباسكت. القطة وقفت وبصوت آلي قالت إن اللعبة خلصت، وبعدها بلحظات اشتغلت تاني وقالت أسماء الفايزين تاكاهاتا إيتشا وأمايا. ما قالتش أي اسم تاني. تاكاهاتا اتوتر، بص للطلبة اللي واقفين وسأل نفسه طب والناس التانية؟ السؤال ما كملش في دماغه لأن أمايا فجأة اتحول لوحده. بدأ يقتل كل الطلبة اللي خسروا واحد ورا التاني وهو مبتسم. كان مجنون، شايف إن اللي يستحق يعيش هو الأقوى. بس قرب على تاكاهاتا وإيتشا وقال لهم بصوت بارد إحنا الفايزين، إحنا الوحيدين اللي نستحق نعيش. إيتشا صرخت فيه انت مجنون، ما تقارنش نفسك بيا. الكلمة جرحته وعينه ولعت غضب واتحرك ناحية إيتشا، لكن تاكاهاتا وقف قدامها منعه. وفي اللحظة دي القطة نفخت رذاذ أبيض في الجو والتلاتة اختفوا. العالم بره كان بينهار ونشرات الأخبار مولعة. تحديات مشابهة بتحصل في مدارس كتير حول العالم. أكتر من 10 مليون طالب مات، والحكومات بتحاول تطمس الحقيقة. وفي صحفيين قالوا إن اللي بيحصل ده غزو فضائي، خصوصا بعد ظهور مكعبات عملاقة بتطفو في السماء. داخل المكعب فتح تاكاهاتا عينه ولقى نفسه مع مجموعة جديدة. أول واحدة شافها كانت توكوسا، بنت من مدرسة تانية وكانت بينهم علاقة زمان، ومعاها 2 تانيين تيارا وتاكا. التلاتة دول نجحوا في لعبة الداروما والقطة في مدارسه. وتاكاهاتا لاحظ حاجة غريبة، كل اللي موجودين في المجموعة أساميهم بتبدأ بحرف التي. فهم إنها مجموعات متقسمة بالحروف، وساعتها قلبه وقع لأن إيتشا وأمايا أساميهم بتبدأ بنفس الحرف، يعني غالبا في نفس الجروب، وهو مش قادر يوصل لهم والباب مقفول. بدأ يخبط يمكن حد يسمع، وفجأة صوت بارد حاد بيقطعه مالك بتخبط ليه؟ مش شايف إن ده تصرف غبي؟ وبمجرد ما خلصت كلامها فتحت قدامه شاشة هولوجرام بتعرض نشرات الأخبار اللي بره، والعالم كله بيولع. وفجأة حد خبط على الباب والباب اتفتح لوحده، ودخلوا 4 عرايس غريبة طايرة في الهواء، شكلهم
شكلهم مرعب، حركاتهم مش بشرية. واحدة من العرايس دي قالت بصوت معدني: جاهزين للتحدي التالت؟ هيكون أصعب وأقسى من اللي قبله. وبعدين بصت على تيارا وقالت له: انت هتلعب الأول. تيارا اتنفخ غرور وتقدم وهو فاكر نفسه هيكسب بسهولة. اللعبة شرحت القواعد: تيارا بيقعد على الأرض وبيربط عينيه، والعروسة هتلف حواليه وتغني، وبعد ما الأغنية تخلص هيسألوه: مين واقف وراك؟ اللعبة شكلها سهل، بس الحقيقة كانت مصيدة موت. الموسيقى خلصت وتيارا توتر وجاوب غلط، وفي ثانية العروسة رفعت ايديها وضربته بشعاع ليزر، والشعاع ده سيطر على جسمه بالكامل. جسمه بقى لعبة في ايديهم، خلوه يخبط دماغه في الأرض مرة واتنين وتلاتة لحد ما جمجمته اتفتحت ومات قدامهم بشكل بشع. العرايس لفت ونفس الصوت البارد ندهت على تاكا. البنت كانت مرعوبة ورجعت خطوة وقالت: لا مش هلعب. العروسة ردت فورا: اللي بيرفض بيموت. اضطرت، قعدت واتربطت والموسيقى اشتغلت تاني، وبعدين السؤال نزل عليها زي السكينة: مين واقف وراكي؟ صوتها اتخنق، خافت تجاوب، اتأخرت فخسرت. حاولت تجري لكن طبعا العروسة مسكتها وبشعاع ليزر نزل على رجليها فتحهم بالعافية، وباقي العرايس بدأت تشد أطرافها يمين وشمال لحد ما جسمها اتقطع نصين. وبعد ما خلصوا عليها العرايس بصت لتوكوسا: انتي التانية. وقبل ما توكوسا تنطق تاكاهاتا صرخ: لا انا هلعب بدلها. العرايس وافقت. تاكاهاتا قعد، اتربط، الموسيقى اشتغلت والقلوب بتخبط. وبعدين: مين واقف وراك؟ وساعتها تاكاهاتا قال الإجابة الصح. العرايس اتجمدوا واتصدموا، سألوا: عرفت ازاي؟ قال لهم بهدوء قاتل: انا حفظت خطواتكم من اللعبة اللي لعبتوها مع تاكا وتيارا. العرايس سابوهم وفتحوا باب جديد بمفتاح في ايد تاكاهاتا. اول ما خرجوا شافوا طالب بيجري ومسك مفتاح، ووراها عروسة من اللي بتقتل اي حد واقف لوحده. الولد صرخ: امسكوا ايدين بعض، العروسة دي بتقتل اللي واقف لوحده. المجموعة كلها مسكت في بعض، فالعروسة سابتهم وراحت تدور على حد تاني. دلوقتي بقى معاهم مفتاحين. وفجأة صوت صراخ جاي من بعيد، جروا ناحية صوت ولقوا إيتشا بتجري والدمية بتقرب عليها. تاكاهاتا جري زي المجنون ومد ايديه ومسك ايدها في اخر لحظة قبل ما العروسة تقتلها، وبمجرد ما مسكها حائط قدامهم اتفتح وظهر راس خشبي ضخم بعينين حمراء وتايمر بيعد تنازلي. جنب الراس كان فيه 7 فتحات مفاتيح، والصوت قال: لازم 7 أشخاص يحطوا ال7 مفاتيح قبل ما يخلص الوقت. وبالصدفة قابلوا 2 جداد معاهم مفتاحين، كده بقى عندهم 4 مفاتيح و6 أشخاص، ناقص مفتاح واحد وشخص واحد. والعداد بينزل دقيقتين ودقيقة و50. وفجأة حد رمى 3 مفاتيح على الأرض قدامهم. رفعوا راسهم ولقوا مين واقف قدامهم: أمايا، مش بس لوحده ومعاه طالب تاني. ولما المجموعة شافت أمايا بيظهر قدامهم ومعاه الطالب الغلبان، فجأة أمايا رفع السكينة وبدون أي لحظة تردد قتل الولد جنبه. ببساطة شديدة قال: أنا كنت محتاجه بس يمسك إيدي عشان العروسة ما تقتلنيش. تاكاهاتا اتصدم، كان عايز يمنعه يدخل معاهم بس ما كانش فيه وقت. كل ال7 ركبوا المفاتيح في الراس الخشبية وهي بتتهز وبتفتح بقها الخشبي وبتعلن نهاية التحدي وتطلب منهم يغيروا لبسهم فورا. وفجأة الراس اختفت والأرض اتشقت وظهر نفق طويل. المجموعة دخلت ومن غير ما ياخدوا نفس لقوا نفسهم في مكان كله تلج أبيض ميت وساكن. وفجأة الأرض بدأت ترج رجليهم، ودبة قطبية بيضة ضخمة بتطلع من قلب الضباب. مش بس بتظهر، لأ بتعمل شو استعراضي كامل، حركات غريبة. وبعدها بصوت بارد قال: أنا بكره الكذاب، التحدي الجاي كله عن شرح لهم النظام. هيسأل سؤال وكلهم لازم يجاوبوا بصراحة. لو حد كذب المجموعة لازم تشوف، ولو معرفوش يختاروا حد تاني علشان يكملوا. أول سؤال: إيه أكلتك المفضلة؟ الناس قالت أجوبتها ببساطة، لكن الدب ضحك ضحكة غريبة وقال: في ريحة كده. كلهم بدأوا يبصوا لبعض والشك وقع على ولد قال: أكلتي المفضلة الخضار. حد رد عليه: الخضار مش أكل أصلا، أنت بتكذب. الولد أقسم إنه صادق بس الوقت كان بيجري، وفي الآخر اختاروا يضحوا بيه. الدب مد إيده الضخمة وطحن الولد لحد ما اختفى. وبكده انتهى واحد من أبشع التحديات اللي شافوها لحد دلوقتي.